برافو. خدتي الجايزة كام؟ مليون جنيه يا جماعة، مليون جنيه خدتهم من القمر. هنا سينا يا حلوة يا صبية، سينا يا حرة يا أبية، يا بقعة الأرض الطهر، يا بلد الخير والبركة. المشروع الوطني للقراءة من أعظم المشروعات حقيقي اللي أنا شاركت في تصويره مرة واثنين وثلاثة، ووصلت كمان للنهائيات مع الأطفال ومع الطلاب والأساتذة. والنهاردة هنشهد توزيع الجوائز، مليون جنيه للفايز الأول لكل فئة عمرية، وكمان الفايز الثاني نص مليون جنيه، الفايز الثالث ربع مليون جنيه، وكل الفايزين ال40 الباقيين 100,000 جنيه لكل حد فيهم. الطالبة رقية عمرو الفضالي. ساعات داخلها تقرأ، أبطال الكتب هم أصدقاؤها المقربين. هذا كلامها. مبروك مبروك. أصغر متسابقة موجودة في المشروع الوطني للقراءة. وليه بقى كام سنة؟ أنا دخلت المشروع وأنا عندي 7 سنين، ودلوقتي بقى عندي 8 سنين. يا حياتي بقالك سنة في التصفيات صح؟ طبعا. طب احكي لي بقى، مبسوطة حاسة إن أنت وصلتي لآخر مرحلة؟ حاسة بشرف كبير، أصلا شرف إني أقرأ كلام في الكتاب، إني أتثقف وأعرف معلومات. كمان أكتر موضوع عجبني في المشروع إن إحنا بنتكلم باللغة العربية. فبالنسبة لي الصراحة اللغة العربية حاجة مهمة الصراحة، يعني فيها شرفا بأنها لغة القرآن. ما شاء الله. قولي لي اسمك بقى؟ رقية عمرو. رقية عم منين بقى يا رقية؟ من محافظة شمال سيناء. ما شاء الله، من سينا. من سينا، أنا بعشق سينا وبحب كل أهل سينا. ينفع أقول كلمة بس عن سيناء؟ طبعا. يلا بصي الكاميرا، بصي الكاميرا هنا. سينا يا حلوة يا صبية، سينا يا حرة يا أبية، يا بقعة الأرض الطهر، يا بلد الخير والبركة. سينا يا أرض الفيروز والسلام، عجزت كلماتي عن وصف واحتارت الأقلام. يا سينا يا بلدي عاشقت، وأجمل رسمة في كتابي حروف اسمك، وفي كل يوم في غروب شمسك على بحرك يزيد سحرك، يزيد حسنك، يزيد حبك في قلبي. يا سينا يا سينا، حلمت يجي اليوم واشد رايتك ونادي بعلم صوتي وأقول يا سينا يا بلدي أنا بنتي، يا سينا يا بلدي أنا بنتي. برافو. ثالث. ألف مبروك. ألف مبروك. قولي لي اسمك إيه بقى؟ بس بصي هنا في الكاميرا وقولي بصوت عالي عشان يسمعوك. اسمك إيه؟ اسمي فريدة محمد الشناوي. عندك كام سنة يا فريدة؟ 10. ما شاء الله، خدتي النهارده المركز الأول. إحساسك إيه؟ قولي. انا حاسه انا في الاول ما كنتش حاسه اصلا ان انا هطلع المركز الاول، كنت متخيله يا ثالث يا رابع، بس انا الحمد لله لما طلعت المركز الاول قعدت اعيط وفرحت جدا. يا حياتي شفتك على المسرح وانتي عمالة تعيطي. قولي لي بقى الجايزة تعمليها إيه؟ انا هعين الجايزه عشان لما اكبر ادخل الجامعه الامريكيه. برافو. خدتي الجايزة كام؟ مليون جنيه يا جماعة، مليون جنيه خدتهم من القمر. طب قولي لي بقى انتي من محافظة ايه؟ انا محافظه الدقهليه. الدقهلية؟ منين في الدقهلية؟ قولي لي عشان احنا كده شكلنا قرايب. انا مش عارفه المكان بالظبط، بس هي في قريه صغيره. مبروك، ألف مبروك. أنا فرحانة عشانك أوي. تحبي بقى تقولي لهم إيه؟ قولي كده أنتِ شاطرة في إيه؟ في الشعر ولا في الإلقاء، في القراية؟ قريتي إيه؟ يعني كسبتي المركز الأول بناء على إيه؟ قولي لنا. عشان انا كنت دايما بقعد اذاكر مع ماما واقرا الكتب اللي بنحب قرأتي كام كتاب؟ 30. 30 كتاب؟ قولي لنا كده منهم إيه أسمائهم؟ عندي الطفل المفكر، وخضرة الدنيا الكبيرة، وخضرة والسمكة الصغيرة، وفي كتب تانية كتير. وأكتر الكتب اللي حبيتها من غير الكتب دولت هو كتاب صوفي خاف أن يفتح. برافو عليك. أنا مبسوطة عشانك قوي. ألف مبروك. شكرا لك.